اوعي بقى تعملي كل ده وتنسي تشربي ميه. الميه مهمه للحرق وللهضم ولتنظيف الجسم. 3 لتر في اليوم او كوبايه ميه كل ساعه. واخيرا راجعي هرموناتك. لو بتعملي كل ده وحاسه ان برضه مفيش نتيجه والحرق واقع خالص وعندك كمان اعراض زي تساقط شعر، دوخه، خمول او بطن مش بتنزل، يبقى لازم تعملي تحاليل غده، فيتامين د، سكر، مخزون حديد. اللي محتاج فيهم تصليح اول ما يتصلح هتلاقي الدنيا رجعت نورت تاني. افهمي ان في المرحله دي الدايت القاسي اللي كان بيجيب معاكي نتيجه زمان بقى حمل تقيل جسمك ما يقدرش يستحمله. جسمك بيدخل في وضع الطوارئ ويحاول يحوش مش بيحرق. طبعا الاكل لازم يكون متوازن وبكميات معقوله، بس الاستثمار الحقيقي في عضلاتك وهرموناتك. مش معنى انك عديتي ال40 ان جسمك خلاص مش هيستجيب. جسمك بس بيطلب منك دلوقتي معامله مختلفه، فمش هيرضى غير باللي يستحقه. اديهوله وهو هيرد عليكي بكل حب وثقه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتشوفي انواع الدايت كلها في الفيديوهات اللي فاتت وتختاري منهم اللي يناسبك.